اللي بيلعب ده كل ده يختفي كده. ده حجمه كده، كل ده كده هيتشال من اللي بيلعب كده. ممتاز زي الفل. طبعا مفيش اي شك ان دكتور حسام ابو العطا واحد من اشطر دكاترة التجميل اللي موجودين في مصر، وفاتح مستشفى خاص للجراحات التجميلية بكامل انواعها. تعليق بسيط يعني على الفيديو اللي هو نزله على صفحته الشخصية. دي هي جاية وعندها ترهلات في دراعاتها، ودكتور حسام يعني شلها تقريبا نص دراعها من حتة الترهلات دي، وبقى دراعها إلى حد ما شكله وحجمه أقل شوية. طبعا في غرز هو عملها باحترافيه مش باينه قوي، تيجي تبص فعلا الست شكل دراعها اتغير. كان في مشاكل كتيره مخفيه ما بعد العمليه لازم تعرفوها لو انتوا مقبلين على عمليه تجميل او عمليه شفط دهون او ازاله جلد زياده من الجسم، لكل الناس اللي وزنها زايد وبتتشجع لما بتشوف فيديوهات زي دي وعايزه تعمل زيها. اللي الدكتور عمله هنا ده اسمه localized fat removal، يعني بنشيل دهون من منطقه معينه من الجسم. طب وده ايه مشكلته؟ ما انا كده انا عايز كده اصلا، انا عايز اشيل دهون من منطقة معينة والمناطق التانية عجباني كده زي ما هي. لا يا حبيبي، هو الجسم ما بيشتغلش كده. الجسم بيوزع الدهون على حسب جيناته وعلى حسب قدرته على تقبل الخلايا الدهنية وتكاثرها وانقسامها، لان الخلايا الدهنية زي اي خلايا بتنقسم وبتكتر على حسب حاجات كتير قوي بقى، زي الاكل والنوم والهرمونات وغيره. فانت اول مشكله هتقابلك كل الدهون اللي انت شلتها من المكان ده اولا مش طبيعي خالص، لان باين ان انت وشك مثلا تخين، صدرك او بطنك مثلا مليانه ومخزنه دهون، عندك لغد او واتيفر، ولكن هتلاقي دراعك مظبوط، مفيش سيمتري. فاهمين قصدي؟ تيجي تبص مثلا تلاقي حد بيشفط دهون من البطن بس، وبقيت جسمه تاني بايظ، تلاقي مثلا عنده تسدي، تلاقي عنده لغد، خدود. يخليك تخش في سلسلة من العمليات طالما انت اخدت السكة دي، تفضل مكمل بقى في ان انت عايز تعمل عملية لوشك، شد الوش، وعملية لشد البطن، وعملية لشد دهون الظهر، وبعد كده تعمل ناحية القوام، وبعد كده تظبط بقى تاني لو في مكان غرز تعمل عملية عشان تقلل من ظهور الغرز. قصة بنت كلب بصراحة، مشاكلها كتير، وفكرة انك تخش اوضه العمليات عشان تشيل جزء من جسمك اصلا وحشة قوي قوي، وان انت تحط مشرط جوه جسمك. ليه يا جماعة كده؟ ممكن نعمل دايت، ننزل نتمرن، نسمحش لنفسنا ان احنا نزيد بالشكل الرهيب لحد ما يبقى irreversible. خلاص انا مفيش حاجة هتظبطني غير العملية. يعني فاهمين قصدي؟ انا مش بعيب في دكتور حسام، بالعكس دكتور حسام راجل لبق جدا ولذيذ، وانا اصلا عامل له فولو، يعني من متابعينه، وهو بروفيسور وراجل يعني محترم جدا وانترتيننج على فكره، يعني هو مسلي. يعني حاسس الموضوع بقى تجاري شويه، اي حد تعالى يلا اعمل لك اللي انت عايزه.